هلو، معاكم زياد طسون موشن جرافيك ديزاينر، والنهارده هيبقى تاني درس من دروس الافتر افكتس. هنتعلم فيها ازاي نعمل نيو بروجكت ونيو كومبوزيشن، وهنبدا نحرك حركه بسيطه خطوه بخطوه. اول حاجه محتاجين نعملها هي نيو بروجكت، وفي طريقتين عشان نعمل نيو بروجكت. اول طريقه من فايل نيو بروجكت، وتاني طريقه لو احنا لسه فاتحين البرنامج بيطلع لنا الويندوز دي وبيبقى فيها هنا على الشمال نيو بروجكت، بندوس عليها دوسه واحده. وبعدين بنحتاج نعمل نيو كومبوزيشن، وبندوس نيو كومبوزيشن من هنا بيفتح لنا هنا ويندوز، وده الكومبوزيشن سيتنجز. ومن هنا بنقدر نغير من اعدادات الكومبوزيشن بتاعنا، واللي هو السايز والفريم ريت والديوريشن. ودول الثلاث حاجات الاساسيه اللي اتفقنا عليهم لازم نظبطها في الكومبوزيشن قبل ما نبدا. اول حاجه وهي السايز، يعني الويدث والهايت، وده بيبقى عباره عن رقمين نقدر نغيرهم، يا اما ندوس على الرقم ونكتب الرقم اللي احنا عايزينه، او ان احنا نختار من البريسيتس الجاهزة دي. بالنسبة لكتابة الرقم في معلومة لازم تاخد بالك منها، وهي اللوك ده بيعمل رابطة ما بين الطول والعرض، يعني بيحافظ على النسبة بين الطول والعرض. النسبة دي لازم تبقى ثابتة. يعني مثلا لو انا عامل نسبة 1:1، يعني مثلا مخليه 1080 ودوست هنا دوست 1080، دلوقتي بقت النسبة مكتوب لك هنا look aspect ratio to 1:1، يعني النسبة 1:1. لو دوست عملت لوك يبقى النسبة دي لو انا زودت في الويدث هيغير في الهايت، هيبقى نفس الرقم بالظبط. افرض انا مثلا شلت اللوك وغيرت، مثلا خليت مثلا دي 2000 وخليت دوت 1000، فبقت النسبة كام؟ 2:1، 2 ويدث ل1 هايت. فبالتالي لو انا زودت ده خليته مثلا 4000، هيبقى نسبة الهايت 2000، يبقى انا كده ظبطت النسبة ما بين الطول والعرض. طيب لو انا مش عايز نسبة يبقى انا بشيل اللوك وبكتب الرقم اللي انا عايزه. انا مثلا عايز HD، يعني 1920 في 1080، هيطلع لي هنا مكتوب في البريسيتس مكتوب HD 1920 في 1080 24 فريم بير سكند. تاني حاجة هي الفريم ريت. الفريم ريت ليه طريقتين عشان اغيره، يا اما من الدروب منيو هنا، ان انا ادوس على السهم اللي عامل اللي تحت ده ادوس عليه هيطلع لي الفريم ريتس المشهورة زي ما قلنا في الدرس اللي فات، منهم 8 و12 و24 و25 و30 و60. كل الفريم ريتس دي مشهورة، ممكن نختارهم من هنا، او بمنتهى السهولة ان انا اختار الرقم واغيره. انا مثلا عايزه 30 زي ما قلنا. تالت حاجة وهي الديوريشن، وهو التوقيت بتاع الكومبوزيشن ده هيبقى مقاسه قد ايه كتوقيت. فلازم نعرف ان التوقيت ده متقسم لكام خانة، 1 2 3 4، 4 خانات. اول خانة وهي الفريمات، تاني خانة هي الثواني، تالت خانة هي الدقايق، رابع خانة هي الساعات. انا مثلا عايز اعمل الفيديو بتاعي 5 دقايق، فيبقى هاجي عند الخانة بتاعت الدقايق اللي هي مش دي بتاعت الفريمات، ودي بتاعت الثواني، دي بتاعت الدقايق. هدوس 5، فكده بقت 5 دقايق، وهخلي 43 دي 0، واخلي 4 دي 0، وهدوس اوكي. كده هو فتح لي الكومبوزيشن بتاعي بالسيتنجز اللي انا اخترتها. وهتلاقي هنا في البروجكت بانل حاجه اسمها كومبوزيشن 1، ودي التسميه اللي انا اخترتها للكومبوزيشن. ولو انا عايز دلوقتي اغير اي حاجه في الكومبوزيشن اقدر بمنتهى السهوله اعمل ده بطريقتين برضو. اول طريقه وهي من كومبوزيشن، هتلاقيها جنب فايل واديت، هتلاقيها حاجه اسمها كومبوزيشن. بخش على كومبوزيشن سيتنجز، وهتلاقي جنبها مكتوب كنترول كي، وهو ده الشورت كات بتاعها. فهدوس على كومبوزيشن سيتنجز، هيدخلني على نفس الويندو اللي كنت فيها، واقدر اغير اللي انا عايزه. انا مثلا عايز ازود الوقت، هخليه بدل 5 دقايق 10 دقايق، هيغير لي على طول اوتوماتيك التوقيت. او مثلا عايز اغير مقاس الكومبوزيشن بتاعي، فهدوس على مثلا على البريسيتس دي واخليها مثلا 4K، فهو اوتوماتيك هيغيرها. حتى لو انا ركزت هنا، طب مثلا انا عايز اغير اللون بتاع الباك جراوند، ممكن اخليه اسود، هتلاقيه اوتوماتيك بيغير لي في الكومبوزيشن بتاعي، وادوس اوكي. والطريقه التانية طبعا ان انا ادوس كنترول كي، هيفتح لي نفس الويندوز. طب افرض انا بغير في السيتنجز ومش بلاقي اي تغيير بيحصل، يبقى انا مش مفعل زرار البريفيو ده. الزرار ده بيخليني ان انا اشوف التغيير وانا شغال. هرجع تاني للمقاس بتاعي واللي هو HD، وهدوس اوكي. وهبدأ اتعرف على البانلز الاساسية بتاعة الافتر افكتس. اول بانل معايا وهي البروجكت،
ودي بحط فيها كل الفايلات بتاعتي، بحط فيها الفيديوهات والمزيكا والصور وكل حاجة بتتحط هنا كمخزن بخزنها بس في الافتر افكتس. خلينا ناخد مثال عملي وندخل اول صورة لينا للافتر افكتس، والعملية دي اسمها امبورت. وعشان نعمل امبورت لاي حاجة في الافتر افكتس ليها كذا طريقة. اشهر وابسط طريقة ليها ان احنا نعمل دبل كليك في البروجكت بانل، وده عن طريق ان احنا نعمل دبل كليك على اي حتة فاضية هنا، وهنختار الفايل اللي احنا عايزينه وندوس امبورت. كده الفايل دخل جوه الافتر افكتس، بس احنا مش شايفين اي حاجة هنا. عشان نشوف الصورة دي على الكومبوزيشن لازم ندخلها على التايم لاين، ودي تاني بانل معانا في الافتر افكتس. عشان ندخل حاجة من البروجكت للتايم لاين بمنتهى البساطة بنشدها ونحطها يا اما هنا في الكومبوزيشن بانل، او نشدها ونحطها هنا في التايم لاين. هنجرب الطريقتين. اول مرة ان احنا هندخلها هنا من التايم لاين هتظهر عندنا على طول في الكومبوزيشن وبتخش متسنطرة على الكومبوزيشن، او ان احنا نشدها ونحطها على الكومبوزيشن على طول في المكان اللي احنا عايزينه، عايزين نحطها هنا مثلا كده، فكده دخلناها هنا ايه في الكومبوزيشن. يبقى احنا عرفنا كده تاني بانل معانا هي التايم لاين، وده اللي بيظهر فيها كل الفايلات. يعني لو عايز ادخل اكتر من صورة، او مثلا خلينا نعمل امبورت لحاجة تانية، خلينا نحط مثلا ايه فيديو ونعمله امبورت، او ندوس عليه عادي هيعمل امبورت، وبعدين نشده ونحطه في الكومبوزيشن هنا. فكده انا عملت ايه امبورت للفيديو بتاعي. وبانل التايم لاين عندي مكونة من كذا حاجة. اول حاجة وهي التايم، يعني انا كل ما بتحرك يمين كل ما الوقت بيعدي، ولو ركزت هنا هلاقي ان الفيديو بيتحرك ايه، الفيديو بيمشي، يبقى ده التايم بتاعي. ولو جيت ركزت وهنا قريت اللي مكتوب هنا هتلاقي مكتوب هنا 2 سكند، 4 سكند، الاس دي سكند، 6 سكند. فكده الوقت بيعدي بمرور الايه البلاي هيد. ودي تاني حاجة معانا. البلاي هيد دي اللي هو الخط الازرق ده بالراس الزرقاء دي، ده المكان اللي انت فيه في التايم لاين بتاعك. يعني في الوقت ده هم 23 ثانية، انت واقف مثلا في الثانية ال10، فانت واقف هنا، ده اللي هو عارضهولك في الثانية ال10. والتايم لاين مكون برضو من لايرز. يعني ايه لايرز؟ يعني طبقات فوق بعضها. يعني انا دلوقتي حاطط اللاير دي فوق اللاير دي، اللاير دي بتاعت الفيديو حاططها فوق الصورة بتاعت المعزة دي، فبالتالي لو انا حطيت اللاير بتاعت الفيديو تحت الصورة هي اللي هتبان. فانا لازم اراعي الترتيب بتاع اللايرز، اللي فوق هو اللي بيبان، اللي تحت يعني بيغطي اللي تحت، اللي فوق بيغطي اللي تحت. وعشان تتحرك جوه التايم لاين لازم تعرف ازاي تعمل حاجتين. اول حاجة هي الزوم، يعني ان انت تقرب وتبعد. تاني حاجة هي البان، ان انت تتحرك بالجنب يمين وشمال، يعني زوم ويمين وشمال. الزوم بيتعمل بان انت بتدوس الت مع الويل بتاع الماوس، فانت بتدوس الت ومع الويل بيعمل زوم. لو عملت لقدام بيعمل زوم ان، بتعمل لورا بيعمل زوم اوت. كده احنا عرفنا كل بانل بيتعمل فيها ايه. هنا البروجكت بانل بنحط فيها الفايلات بتاعتنا، وبعد كده بنشدها على التايم لاين علشان يظهر في الكومبوزيشن. الكومبوزيشن بيورينا احنا بنشتغل على ايه، والتايم لاين بيتحرك ايه، بنحرك فيه البلاي هيد بتاعتنا عشان نشوف احنا عملنا ايه، او الفوتج بتاعتنا شكلها عامل ازاي. يلا نتحمس شويه ونبدا نحرك على الافتر افكتس. بس قبل ما نحرك على الافتر افكتس لازم نعرف حاجه اسمها كي فريم، لان اي حركه على افتر افكتس هي عباره عن 2 كي فريمز بيتحرك ما بينهم الاوبجكت. الكي فريم دي نقطه بتخزن معلومه. يعني انا لو عايز احرك حاجه من نقطه الف لنقطه ب، يبقى لازم اعمل كي فريم متخزن فيه الف، وكي فريم تاني متخزن فيه النقطه ب. فالكمبيوتر بيعرف يحرك الاوبجكت من نقطه الف لنقطه ب، هو بيحسب المسافه بينهم ويبدا ان هو يحركها. خلينا نشوف ده عملي. انا مثلا هاجي عند اللاير بتاعه الفيديو وهدوس حرف البي، بي فور بوزيشن اللي هو المكان. زي ما قلنا هنحدد الف وب. انا مثلا خليت ان النقطه دي هي بتاعتي، هي نقطه الف. هدوس على علامه الساعه اللي هنا دي، هخليها تنور ازرق. منور ازرق ده معناها ان انا عملت كي فريم. وبعدين هتحرك في التايم لاين بتاعي، همشي
في التايم لاين بتاعي. انا مثلا عايز مثلا يتحرك بعد ثانية واحدة اللي هو مكانها هنا، وهبدأ ان انا اغير من مكان الفيديو بتاعي. هحدد النقطة ب، فهبدأ ان انا اشد اللاير بتاعي واحركه مثلا يطلع بره الكومبوزيشن، فدي بقت بالنسبة لي النقطة ب. وهاجي عند النقطة ألف واشوف ايه اللي حصل، ادوس سبيس عشان يعمل بلاي للفيديو. هدوس سبيس هلاقي ان هو حرك الفيديو من النقطة ألف للنقطة ب. هتلاقي الكي فريم شكله عبارة عن شكل معين، والقيمة اللي جواه هي قيمة الإحداثيات بتاعة مكان اللاير بتاعي. يعني لو جينا نبص على البوزيشن هنا هنلاقي هنا 960 و540 ده الاكس والواي. لو جينا عند النقطة ب هنلاقي ان هو سالب 11240 و528. ما يشغلنيش الارقام، بس قصدي ان القيمة اتغيرت، فبالتالي هو غير مكان المكان بتاع الاوبجكت. ولو خدنا بالنا لو احنا ما حركناش خالص على الواي، يعني ده الواي بتاعنا اللي هو الفيرتيكال او الافق الرأسي، الرقم الاولاني هو الهوريزونتال اللي هو الافقي، فبالتالي عشان كده هتلاقي فيه رقمين. طيب احنا ممكن نحرك ايه في الافتر افكتس؟ عندنا الحاجات الاساسيه هي البوزيشن، السكيل، الاوباسيتي، والانكر بوينت. طب انا اشوف الكلام ده فين؟ هاجي عند اي لاير وهدوس الدروب داون او اللي هو السهم الصغير ده، هدوس عليه هيبقى فيه حاجه اسمها ترانسفورم هتلاقي مكتوب فيه كل الكلام ده. الانكر بوينت دي مش مهمه دلوقتي. عندنا البوزيشن من الحاجات المهمه، السكيل اللي هو التكبير والتصغير. يعني بص كده انا كبرت، ده هو ليه مش باين؟ هو ليه مش باين؟ علشان لا هو باين بس اخد وقت عشان يبريفيو شويه. يعني هو السكيل هو كان 100%، بقى كان المنظر ده. ممكن يشوف في الصوره هيبان اكتر عشان الصوره هيبين السكيل اكتر. السكيل اهو 100%، هكبره. بصوا الصوره بتكبر ازاي، وده اقدر اعمل له كي فريم. يعني لو عايز اعمل كي فريم هدوس على علامه الساعه وبعدين اتحرك في الوقت اي وقت انا عايزه، وابدا ان انا اغير القيمه دي. هي كانت 95 اخليها مثلا 150 او 153. اجي عند الاول وادوس بلاي، هتلاقي ان هو بيكبر لك الصوره. طيب غير السكيل في حاجه اسمها روتيشن. الروتيشن ده اللي هو اللفه، دوران الصوره. برضو ممكن اعمله كي فريم وبعدين اتحرك في التايم لاين واحرك الروتيشن. واخر حاجه معانا وهي الاوباسيتي. الاوباسيتي ده هي الشفافيه. يعني في صور بتبقى يعني الطبيعي بتاع الحاجه ان هي 100% اوباسيتي. بص لما اقلل الاوباسيتي بيحصل ايه؟ الصوره بتختفي، مش بتسود، بتختفي. يعني ليه هتفرق في ايه؟ ان انا مثلا لو حاطط الصوره دي فوق الفيديو ده وقللت الاوباسيتي، اللي هيبان من الصوره هو اللي وراها، هتبقى كأنها طبقة شفافة، فهي مش بتسود، هي بيخف الاوباسيتي بتاعتها اللي هو الشفافية بتاعتها. حاجة مهمة لازم تعرفها عن الكي فريمز وهي ان انت تقدر تمسكهم، يعني هتدوس عليهم دوسة وتبدأ تحركهم او تشدهم على طول تغير مكانهم. تغيير مكانهم ده يعني ايه؟ يعني كل ما قربت 2 كي فريمز من بعض في الوقت، يعني قللت المسافة بينهم، يعني قللت الوقت اللي ما بينهم. يعني الوقت اللي هيستغرقه حاجة ان هي تتحرك من ألف لب، الوقت بتاعها هيقل، فبالتالي هتوصل بسرعة، فبالتالي بتسرع الترانزيشن اللي بيحصل او بتسرع الحركة اللي بتحصل. فانا مثلا لو انا حركت على وقت ثانية، خلينا نشوف الشكل عامل ازاي. اهو ده بيتحرك في سرعة ثانية. طب لو انا خليته على مثلا ثانيتين، اهو 2. انا بعرف اقرا الكلام يعني. بصوا لو عملت زوم اوت هيبقى واضح اكتر الكلام اهو. بصوا دي ثانية ودي ثانيتين. بصوا بيبدأ ان هو يبقى ابطأ شوية. طب لو انا قربت الكي فريمز من بعض هتبقى اسرع. يعني بصوا كده بقت سريعة جدا. خلي بالكم من حاجة، وانا بزود يعني ببعد وبقرب، هتلاقوا في خط كده بيترسم. الخط ده اسمه موشن باث. الموشن باث ده هو خط الحركة. الخط الحركة ده بيبين لي عليه نقط صغيرة قوي قوي قوي، في نقط صغيرة كده بتتكون.
كل ما اقرب الكي فريمز من بعض، يعني اسرع الحركة، كل ما النقط دي بتقل. يعني دول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 او 8 مثلا، 8 ما بين النقطتين. لو بعدتهم بصوا هيبقوا قد ايه، كتير جدا. فبالتالي النقط دي عبارة عن المكان، يعني الصورة بتبان فين في كل ثانية. لو قررتوا تحركوا سكيل فلازم تخلي بالكم ان في حاجة هنا، حاجة اسمها لينك او رابط. ده شبه اللوك اللي عملناه في الكومبوزيشن، اللي هو بيعمل نسبة ما بين الايه الطول والعرض. فهنا برضو ده نفس الفكرة، ان انت لو فكيت اللينك ده هتقدر تكبر وتصغر العرض لوحده والطول لوحده. بس ده بيعمل حاجة اسمها ديستورشن للصورة، يعني الصورة بتتمط. فبالتالي ده لو انت عايزه مفيش مشكلة، لكن في الطبيعي ان هي بتبقى معمول لها لوك عشان تكبر وتصغر بنفس النسب. خلينا نعمل تحريك بسيط وبعدين اقول لكم ازاي نعمل سيف لفايل الافتر افكت عشان نسيف اللي احنا عملناه. اول حاجة هدوس على علامة الساعة علشان امسح اللي انا عملته، وبعدين هسنتر الفيديو بتاعي جوه الكومبوزيشن، وبعدين هظهر اللاير اللي فوقيه عن طريق ان انا ادوس على علامة العين دي، وده بيظهر اللاير او بيخفيه. ممكن نكون مش شايفين، بس احنا لو زودنا الاوباسيتي هنلاقي ان الصورة اهي لو دوسنا علامة العين هيظهرها ويخفي الصورة اللي فوق. وممكن برضو ان احنا نخفي الفيديو ده. والشورت كات بتاع الاوباسيتي هو حرف التي، اقدر منه اغير الاوباسيتي. والروتيشن هو حرف الار عشان اغير الاتجاه بتاعه. والبوزيشن حرف البي زي ما قلنا. والسكيل اكيد هو حرف الاس، اقدر اغير منه. الغريب الوحيد هو الاوباسيتي، هو حرف الايه التي مش الاو، فبالتالي اقدر اغير اللي انا عايزه. طب لو عايز اكتر من حاجة بدوس شيفت وبعدين الحاجة اللي بعدها. يعني انا مثلا فاتح الاوباسيتي، لو عايز ازود بوزيشن بدوس شيفت بي، هيزود لي كده اوباسيتي وبوزيشن. لو عايز ازود كمان روتيشن يبقى شيفت ار، يبقى كده زود لي الروتيشن كمان معايا. وابدا ان انا اعمل الايه الكي فريمز اللي انا عايزها. انا اول حاجه عايز الروتيشن يبقى مظبوط، ما يبقاش ملوح كده. فهاجي عند الروتيشن وهختار هنا وهدوس 0، فكده عدل لي الايه الصوره بتاعتي. وابدا ان انا اصغرها عشان انا عايز تبقى كده، وبعدين اعمل كي فريم للبوزيشن، وبعدين هاجي بعد 10 فريمات وابدا ان انا احرك الايه الصوره بتاعتي. وهاجي عند الفيديو اللي تحتيه اعمل سكيل، فهاجي هنا وهدوس اس فجاب لي السكيل. هدوس على علامه الساعه عشان يعمل لي كي فريم، وبعدين اتحرك في الوقت برضو مثلا ايه نقول 5 6 او نكتر شويه مثلا نخليهم قد كده، معرفش دول كام فريم. وابدا ان انا ازود السكيل، وابدا ان انا ايه اقدر امسك اكتر من كي فريم ازاي. يا اما ادوس على الكي فريم وادوس شيفت وادوس الكي فريم التاني. ولو عايز برضو اعمل دي سيلكت او ان انا مختارش الكي فريم ده ادوس شيفت وادوس على نفس الكي فريم، هيخليه لي مش ازرق. يعني الازرق ده اللي هو السيلكتد، لو المطفي كده يبقى هو مش سيلكتد. او ان انا ممكن يعني ادوس واشد فيعمل لي سيلكشن لكذا فريم، لكذا كي فريم سوري. وابدا ان انا انا عايز اخليهم ان هو يبدا وهو بيتحرك، يعني عايز والصوره دي بتتحرك كده السكيل يبقى شغال، مش ان هو يتحرك بعدها. فخلينا نشوف ايه اللي حصل بعد ما الصوره بتتحرك. الفيديو بيكبر. فخلينا نشوفها بالسرعه الطبيعيه. هدوس سبيس، فبصوا الحاجه ممكن تبقى سريعه شويه، فابدا ان انا ابطئها عن طريق ان انا ابعد الكي فريمز الاخيره دي، ابعدهم عن الاولانيين. فابدا ان انا اشدها يمين شويه عشان ابطئها. فابدا ان انا ادوس بلاي تاني واشوف ايه اللي حصل. بقت ابطأ شويه. لو عايز ابطئ الفيديو لوحده فممكن اشده اكتر، وابدا برضو ادوس ممكن ادوس 0 رقم، يعني الزيرو بيخليه يبدا من الاول خالص. فادوس 0 بدأ ان هو يحرك لي كده. دي حركة بسيطة جدا ما فيهاش اي حاجة معقدة وشكلها لطيف. وكده عملنا احنا الانيميشن بتاعنا. عايزين نعمل سيف بقى، نعمل هنروح عند فايل، بعد كده سيف از او سيف لو انا لسه دي اول مرة، بس انا بعمل سيف از. بس طبعا انا مش بعمل كده، انا بدوس الشورت كات اللي هو كنترول شيفت اس.
هيجيب لي ايه الويندوز بتاعت السيف. انا هشوف انا عايز اسيف فين. انا عندي هنا الفايل بتاعي، هدوس هبقى عامل فولدر لكل حاجه. هاجي عند compositions وابدا ان انا اسمي البروجكت بتاعي. انا هسميه مثلا زياد وادوس انتر. هيبدا ان هو يسيف لي البروجكت بتاعي كده، بقى متسيف. انا كده سيفت البروجكت بتاعي وبقى معايا فايل افتر افكتس، اقدر اي وقت افتحه واعدل على الانيميشن بتاعي واغيره واقدر اقفل البرنامج، مفيش اي مشكله. لكن انا معيش دلوقتي الفيديو نفسه، يعني انا ما بقتش مرندره، يعني ما بقاش معايا فيديو اقدر انزله على السوشيال ميديا مثلا او ارفعه في اي حته. انا بقى معايا فايل افتر افكت عشان اقدر اعدل عليه لو انا عايز ان انا احوله الفيديو. دي حاجه اسمها اكسبورت او ريندر، ان انا برندر الفيديو ده لحاجه اقدر استخدمها، وده هنعرفه في دروس جايه ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي.